يسعد أوقاتكم جميعا وأهلا وسهلا فيكم بقناتي، وبسعدني إنكم تشتركوا وتفعلوا زر الجرس. اليوم طبختنا طبخة كتير طيبة وشهية ومشهورة بالأردن، هي طبخة المنسف الأردني. هي بتتكون من مكونات بسيطة وسهلة، بتتكون من اللحمة، أهم إشي اللحمة البلدية، لحمة الخروف، رز السنوايت أو الأسباني، البقدونس، خبز الشراك، مكسرات للتزيين، وبحتاج لبقدونس للتزيين. لما أسلق اللحمة بحتاج لها بهارات، ورق غار وهيل فقط. وبحتاج البقدونس، بحتاج خبز الشراك، عندي رز السان وايت، المكسرات، وعندي اللبن الجميد السائل ولبن روب، وعندي السمن، يفضل يكون سمن بلدي، لكن لما متوفر ما مشكلة. بحمي الطنجرة وبحط فيها اللحمة، وبحط عليها البهارات اللي هي ورق الغار والهيل والبصلة، وبقلبهم لما تحسي انه ريحة البهارات طلعت مع ريحة البصل. بعدين بضيف عليهم السمن، اذا كان عندك سمن بلدي ممتاز، ما في مو مشكلة سمن حيواني بس تكون جودته يعني عالي، لانه اهم اشي احنا عنا الشوربة. هاي الشوربة هي اللي راح تعطيكي نكهة اللبن. وبهيك تبدأي عادي تقلبي فيهم شوية مع السمنة ومع البهارات اللي حطيناها ومع البصل، وبتضلك تقلبي فيهم. بهاي الأثناء بتكوني انت تغلي مي. بعد ما تغلي المي وتكون اللحم بهذا الشكل اللي وصلنا له، طبعا اللحم لازم تكون شقف كبيرة، يعني المنسف معروف انه اللحمة تكون كبيرة وبلدية ولحمة خروف. وهيك انا اضفت المية المغلية عليها، وبعدين بتركها لمدة استوائها 3/4 استواء، يعني بخليها 3/4 استواء. زي ما انتم شايفين البهارات اللي هي فقط عنا الهيل، ورق الغار، والبصل، والسمن زي ما قلنا يكون سمن حيواني أو سمن بلدي. وبحط المي المغلية، وبعدين بشيل عنها الرغوة أو الزفرة اللي بتكون تطلع من اللحمة، وبتركها لما تستوي 3/4 السوا. بهاي الأثناء أنا راح أكون أجهز اللبن. بحط اللبن الجميد السائل مع الروب، وبخفقهم بالخفاقة اليدوية، أو إذا بتحبي بالكهربائية زي ما بدك، بس أنا بفضل اليدوية. بضلني أخفقهم لما يتجانسوا بشكل حلو، يعني ما يكونش فيها ولا أي تكتلات، وما تضيفي لها مي أبدا، بس اللبن الجميد السائل مع الروب، وبضلك تخفق فيهم. وبعدين بتحطيهم على النار، ممكن تضيفي معلقة نشا، وبضلك تحركي فيهم لما يغلوا. بعد ما غلوا عندي بروح بطلع أنا اللحمة، بصفيها من بهارات الخشنة، وبحط طبعا على شوية اللبن شوية كركم، وبحط اللحمة عليه. يعني بصفي البهارات الخشنة، باخد اللحمة بحطها على اللبن بعد ما غلي، وبضيف عليه ايش المرقة اللي صفيتها من البهارات الخشنة. بضيف كوبين أو 3 حسب الرغبة. وبعدين ببدأ أعمل الرز، بحط السمن والكركم والملح، وبعدين بحط عليها كوب أو شوربة أو الكوب المرقة، وبكمل عليها مي مغلية، بفلفله بالطريقة الاعتيادية. وبروح أنا بهاي الأثناء بقلي اللوز. هون أنا لما إجيت أضفت الشوربة على اللبن، حبيت أورجيكم الشكل النهائي بعد ما اللبن غلي. كان اللبن مغلي، لأنه ما بيصير تحطيهم باردين، لازم يكون اللبن مغلي سخن والشوربة سخنة وتحطيهم. بعدين بتسقطي اللحمة زي ما انت شايفة، بتكون يعني بقى لها تكة وتستوي، يعني 3/4 السوا. بتكملي سواها في اللبن. ايوه زي ما انتم شايفين مسقطها في اللبن بعد ما يكون مغلي، وبتركهم يغلوا مع بعض لما يكملوا نضجهم وسواهم في اللبن. بهالأثناء بجيب خبز الشراك، بحطه بصحن التقديم الكبير، وبشربه باللبن، ما بحطه ناشف مثل ما هو. شوفوا بحط عليه من اللبن، وبعدين ببلش أحط الرز. شوفوا كيف الرز مفلفل وبشهي، لأنه محطوط عليه الكركم والشوربة والسمن. وهيك بظبطه، بخليه بشكل مرتب. بعدين ببدأ أصف اللحمة. شوفوا زي ما قلت لكم اللحمة لازم تكون شقف كبيرة. أيوة برتبها بالشكل يكون متناسق. وبكون أنا قالية المكسرات اللي بتحبيه، لوز، صنوبر، كاجو، متوفر عندك أو اللي عيلتك بتحبه، تقليه وبتجهزيه.
بعد ما تصفي اللحمة فوق الرز، تاخدي الآن المكسرات بعد ما تكون قاليتيها ومجهزتيها، بتحطيها عاد بالطريقة اللي انت بتحبيها، بأي شكل بتحبي تزيني بتزيني. هون أنا بحط اللوز، وبكون غاسل بقدونس ومنشفته وفارمته مجهزاه، لأنه هلأ راح كمان أزينه بالبقدونس. هيك أنا خلصت مكسرات. هاي شوفوا الطريقة كيف. بعدين بغطيه بخبز الشراك وببدأ أشرب عاد. اللحمة لازم يكون لونها إيش على بياض، لأنه بتكون مطبخة باللبن. هاي زي ما انتم شايفين زيناه بالبقدونس، والبقدونس كتير طعمه طيب مع اللحمة والرز واللبن. وبنشرب اللحمة زي ما انتم شايفين، وبنحط سيرفيس اللبن سوري جنبه. اللي بحب يزيد بيزيد. هيك يعني هذا المنسف على أصوله هيك شكله. بتمنى إنه ينال إعجابكم، تكتبوا لي بالتعليقات، وصحتين وألف